إذا تحية لكم متابعينا الكرام. نحن موجودين نحن اليوم في منطقة أولاد يوسف المعتمدية جبيانة في طريق الحنشة تحديدا. هنا على طريق الرابطة بين الحنشة وجبيانة ثم بناية مهجورة قريبة من الجامعة، المدرسة، من المستوصف كما نشوفوا لهنا. البناية هذه كانت على ملك التجمع المنحل. حسب الأهالي فيها قضية لدى المحكمة، فابني هنا ثم مطلب من الأهالي انه المكان هذا فهمني يتم استغلاله لفائدة المنطقة، اما يكون نادي شباب او مركز بريد. كما تشوفوا لهنا المكان مهجور بالرغم انه معناتها على الطريق الرئيسية في مكان جيد جدا فهمني، ما لكن حالته خايبة ياسر. كما تشوفوا لهنا توابي، الحشيش، شوك فهمني. معنا عدد من الاهالي مش يزيد يحكي لنا يعطينا فكرة على البناية هذه. صباح النور. السلام عليكم. وكان زيد تعطينا فكرة هنا على البناية هذه. ريت البناية هذه تبرعنا بالأرض بلاش وبناها الشعب وبنت بدم في الشعب هذاك. عملته تجمع مقر من غادي للعمدة ومن هنا عملوه الاجتماعات والواحد كذا وكل شيء. بعد الثورة تسكر قاعد دكاكا. بعد الثورة خلوه في الحالة هذه اللي تشوفها اليوم. اليوم اولادنا قاعده ضايعه وشبابنا قاعد ضايع، وقت النادي هذاك مسكر. نجوا نكلموا السيد المعتمد والاطارات يقول لك اخويا هذاك ملك مصادره. ما نعرفش شنو في الجمهوريه كامله تصادرت بعد النادي هذا. علاش ما عملوش؟ البريد يلوج على دربوسه باش ينقصوا الاكتظاظ على جبنيانه، يلوجوا على مقر ما لقيناش فيه حل. وليداتنا زاد نرجعوهم كالعاده يجوا للنادي هذايا ما لقيناش فيه حل. توا من 2011 قداش من حكومه تتعاقب جونا في الانتخابات وراه الحكايه هذه ولا المظهر هذا يورينا كالعاده وعود يقعدوا فينا معناها واش نعملوا واش نديروا هاو الجمعه هذه والجمعه الاخرى. وراي المنطقه هذه ريتها حاجه. المنطقه هذه توا والله يبكوا على بن علي، قالوا والله بكري قبل الخير، ويبكوا على التجمع قال لك قبل الخير، على خاطر كنا نحن نسحبوا عملنا ثوره باش يشيخوا باش الشعب المزمر يرتاح وكذا وكل شيء. هنا نكلم فيك الحمد لله مانيش في حاجه باش اما على شبابنا اللي قاعد يذيع هنا قاعد نراه في المنطقه اللي ولد المنطقه وقاعد نشوف في شبابنا كيفاش يتسكع وكيف قبل كان يجي لهنا يقرا كتاب ويعدي نهار يروح كان كي يجوع يروح ساعات يفطر ويرجع. توا بابا اش يعمل؟ يفطر الصباح يجي غادي كي يجي القهوه يلقى فيها ناس كبار يخرج يمشي يدوروا به 3 4 يصبحوا يتكيفوا في الزطله. العشيه تلقى عامل لك مشكله يدخل الانحراف ويدخلوا الانحراف ويمشوا يسرقوا كذا. علاش احنا يا خويا علاش هذا الكل راهو خرب من الدوله؟ لو كان الدوله اللي هي بشباب املاك الدوله هذا برك. هاك تشوف هذا اسمع قلنا فيه الحناش، هذا فيه جربوع، فيه العقرب، فيه كل شيء معناها. هذا المقر، هذا المقر بتاع بير العمده سابقا تاع التجمع اللي هو مسكر. تفضل هاي يصلي بتاعه مسكر وخرجنا من وثائق لا يرثى لها هي. هذا تشوف هاو واضح. اذا انت المطلب حاليا هو فهمني تسريع الاجراءات باش انه معناتها يرجع المجلس الجهوي او المعتمديه او البلديه. نستغلوا حاجه على هكا، نستغلوه يا خويا نستغلوه. يا اما دار شباب يا اما دار بوسه يا اما روضه لصغيراتنا يا ولدي. منطقه كامله راهو ما فيها حتى شيء. عندنا مدرسه قريه وعندنا جامعه وعندنا مستوصف فقط هذا ما راهم عاملينهم. زاد عملهم بن علي ما عملوا توا ريتها 11 حكومه من 2011 لتوا. الحكومات اللي جو تو يجيك في الانتخابات واش نعمل لك واش ندير لك او كذا. هاك ترى المظهر اش عملوا لنا. هذا اش عملوا واضح. اذا هذه باب الرئيسي المقر نشوفوا لهنا هذه وضعيته. املاك مصادره. تفضل. اسمع املاك الدوله كامله بعد الثوره بالله. اسمع عندنا 24,000 عود زيتون 25,000 ما يسمى هنشير الحوض. امشوا اخرجوا وتفرجوا فيه وصوروه كيفاش كيما هكا راه. عطوه المهندسين. المهندسين اش عملوا؟ استغلوه في ايام بن علي كي صارت الثوره خلوه كاكا. ريتها حاجه زيتون قاعد يبس. وحنا تعرف المتخرجين في المنطقه هنا عندنا المحامين وعندنا الاساتذه وعندنا الطب وعندنا رؤساء محاكم متخرجين وبطاله وعندنا اساتذه وعندنا معلمين.
24,000 عود زيتون. لو كان يجي الواحد متخرج يمد 200 زيتونه يسكت، ما عادش يعمل يمشي لها للقصبه غادي. صحيح. ما عادش هاون مساكنين في القصبه تو، ما عادش يمشي لها للقصبه، ما عادش يقلق. وحكينا فيه. وعندنا اللي فات العمر توا عمره 50 عام وما خدموهش. هاتي يا خويا 200 زيتونه وهم قاعدين باسم ملك الحاكم. الزيتونه كانت تنح في 6 اشكال زيتون. قصوها كلها قصوها. صبح هوني توا كالمجرمه الفصايل يمشي يهز موتور يقص فيه ويعمل فيها فحم. وحالته مزريه كما طارت كما صورت النادي هذا برا يمشي يصورك ال 24,000 عود زيتون. ابيار فيه يمكن 5 ابيار الكلها سدمت. معناها حاله كبيره، واحنا شبابنا هنا قاعد يموت معناها حاير في دخانه. ثم عندنا ديار، عندنا فيها ديار فيها 3 متخرجين و4 متخرجين ياخذ في دينار من امه باش يشرب قهوه. والحاكم مخلي الزيتون غادي كي يقول لك ما املاك الدوله عاملين فيها برنامج. وقتاش البرنامج هذا؟ رانا اخويا عندنا 15 عام تو من عملنا ثوره. عملنا فكسوات ورسلنا بيه عندنا 15 سنه. شنو الردود اللي كانت مع المسؤولين؟ نعم فيها تو نعمل تو نشوفوا تو نعمل هذيك الوعود. اسمع بالنسبه هم فرقوا المهندسين من اللي صارت الثوره هربوا. لا في ناس تخدم وخلوه وقاعد رتا كيما صورت الحشيش هذا كيما غادي في الانشير. وهو نتاع معمرين خليته فرنسا الانشير هذا خذته الدوله اراضي دوليه. خدموه بيتنا وسووه بيتنا على طول. هذا عملت جدودنا وباتنا وكذا. المعمر معناها هم اللي زرعوه هم كذا. وتو انا قاعد مطيش بعطي للشباب اخويا براتي 200 زيتونه يا ولد عمي تو ترتاح منها. لا ما عاد يضرب لك في القصبه ولا ما عاد يندد لك في بلاتوات ولا ما عاد يعايرك وتقول الدوله ما عندهاش دواء. دولتنا عندها. احنا في الكامور مشاو 3 من الناس سكروا الكامور راهم ماخذوا التنميه. احنا مثقفين ماناش من الناس هذاك. احنا ما نجوش للدوله نعطلوا لها مصالح. باقي نجموا نعملوا كل شيء نجموا نعملوا كل شيء. اما صالح الدوله احنا قدام كل شيء. احنا وطنيين واحنا ناس كبار ونعرفوا تونس هذه ونعرفوا الاستعمار ونعرفوا كل شيء ونعرفوا بورقيبه اش عمل ونعرفوا بن علي اش عمل ونعرفوا الثوره تو اش عملت. الوعود نتاع الثوره هذه قداش من رئيس حكومه انتخابيه الاكثر لاقا. يا ودي حاله راهو حاله يا ودي. المتخرجين برا عمل لهم سيدي جعتي 200 زيتونه غادي كاي. المتخرجين نتاع معتمد جبني انا تفتح من المشكلات وما تخدماش. ثم ناس من الزوال ما عندهاش باش تعشى خاصه في الوضع هذا نتاع كورونا نتاع مرض الوباء هذا ربي يبارينا منه وربي يعافينا. هذا ثم الناس ما عندهاش عشي ليله تو سبحان الله ما خدمش خدمه. الناس كل خايفه. يفقدونا في الانتخابات نوصلوا من مجلس النواب وبعد ما يشد مجلس النواب يولي ما عادش يعرفها المنطقه. واضح. شكرا.